ازيكم عاملين ايه؟ انا هاجر من قناة لولي شانل. لو اول مرة تشوفيني دوسي على علامة الجرس وفعلي الاشتراك وفعلي الكل عشان توصلك كل فيديوهاتي. يا جماعة في نسبة كبيرة قوي من المشاهدات بس مش عاملين اشتراكات، فياريت نفعلها. طبعا انا كنت عاملة معاكم روتين من كام يوم، بس دي الأوضة اللي هي أوضة الليفينج، يعتبر الأوضة اللي احنا قاعدين فيها على طول عشان فيها التكييف. فهنا كان المفرش اتبهدل طبعا من البنات والحفاظات بتاعه الانتريه وكده، فهغيرها معاكم وهمسحها. الاوضه دي اكتر اوضه بتتبهدل في الشقه كلها حرفيا، القعده والاكل والشرب ومشغل الشاشه طول اليوم بنبقى قاعدين فيها. فانا هقوم كده اشيل المفرش ده، هغسله معاكم وهشيل الحفاظات دي بتاعه الانتريهات، وهفتح الشباك ان انا انفسها وهقفل التكييف. البنات مش بيناموا في اوضتهم، البنات بيناموا معايا لغايه دلوقتي. والحافظه دي بصوا هي بتحافظ كتير عن السجاد يعني، وبتتغسل في البانيو في الغساله، لو غسالتي الكبيره بتتحط في الغساله في البانيو تغسليها بالفرشه. بس انا يعني بشيلها على طول عشان ما تبقاش متعبه عليا بعدين. فانا بقى ايه بقول اشيلها على طول، يعني اول ما يتكب عليها حاجه فيها بقع ما اسيبهاش، اني لما اغسلها تنضف ما تتعبنيش يعني، عشان انا بحطها في البانيو. وهنا الانتريه شلت من عليه الكفر بتاعه وهبدا ان انا انفضه. معلش كانت البنات نايمه ومفيش غير ليندا اللي صاحيه معايا، والرينج لايت كان في الاوضه جوه ومش عايزه اصحي مليكه. فهنا هبدا ان انا انفض الحاجه، هنفض الكنب كويس ان بيقع عليه بقى اكل وبيقع عليه حاجات. وهنا برضو الكنبه التانية انا بشيل الحافظه بتاعتها، اللي هي مش الحافظه، اللي هي الفايبر القاعدة بتاعتها دي، وبنضف تحتيها بشفطها بالمكنسة، وبرجع احطها تاني وبنفضها. ان انتوا زي ما عارفين الكابوتوني ده بيبقى فيه تراب، فلازم على طول ايدينا فيه، والخشب ده برضو بيتلمع، ان الحاجة لو محافظناش عليها هتتبهدل بسرعة، فهتتبهدل، فعلى طول تبقى ايدينا فيها. عايزة اقول لكم ان التصوير برضو ساعدني، انا زي اي حد يعني ساعات بتعب ساعات ما بعملش ساعات بهمل في حاجتي، فالتصوير ساعدني ان انا اخلي الحاجة على طول منظمة. يعني كتير كنت ممكن لا اخليها بكره، النهارده تعبانه كده. بس بصراحه النهارده صحيت بدري، وده انا بقول لكم بقالي فتره بصحى متاخر ومش عارفه اظبط نومي ومش عارفه اظبط ميعادي. لا صحيت بدري الحمد لله، كانت الساعه 8 الصبح. مش عارفه مع اني يعني ما نمتش ساعتين على بعض، انا نايمه حوالي الساعه 4 او 3 ونص، وصحيت الساعه 8، يعني ما كملتش كام ساعه. بس حسيت اليوم فرق معايا برضو، بدأت من بدري. كان هيثم لسه مصحيش، لسه منزلش شغله، فقلت ان انا انجز يومي كده في الاوض اللي هي بعيدة عنه. يعني الشقة عندي كبيرة، ما بين اوضة النوم واوضة الليفينج واوضة الاطفال مساحة كبيرة، فقلت هبتدي عفوا. قلت هبتدي بالحاجات اللي هي بعيدة عنه. وهنا برضو بنفض الستاير، بحيث ان انا لما بفتح الشباك كل يوم بفتح الشباك اللي هي يبقى فيه نفس كده في الشقة، في روح الشمس لازم تخش. وانا شقتي الصالة وأوضة النوم على الشارع وبقيت الأوض على جوه. هنا كنت كنستها ومسحتها وبصورها معاكم. انا قلت لكم هفصل عشان لازم البس 100 حاجة، وانتوا عارفين الصبح بيبقى الجو حر، فقلت التصوير كده احسن. وهنا برضو حطيت الحافظة دي وغيرت الحتت بتاعة الانتريه اللي هي الكفرات، غيرتها الحافظات دي وحطيت الشكل ده. انا عندي منه اشكال كتير طبعا، ممكن الالوان ما تبقاش ماشية، بس انا اصلا يعني مش همشي على طول على شكل الحاجة، مش هجيبها نفس الشكل. وبعدين الحافظات دي والحاجات دي كانت عندي على شكل الانتريه القديم، هو ده انا مجدداه. يعني الصالون ده كان لونه ذهبي فانا جددته، فالحاجات بتتغير، فبيبقى عندي فرش وكده فلازم اغير طول ما انا عندي اولاد، فلازم الشقة تبقى نظيفة على طول. انتوا عارفين طبعا الاطفال كلنا مجربين الاطفال دي. فهنا بص بوريكم الشكل بتاعه، هتبقى ده الشكل النهائي بتاعها. والحيطان برضو اديتها تنفيضة، زي ما قلت لكم طول ما ايدينا في الحاجة الحاجة هتنضف على طول. وانا مش دايما كنت كده، التصوير فعلا ساعدني، يعني مش كنت بسيب الحاجة لما تتبهدل، لا بس ممكن كنت اكسر يوم التاني، انا تعبانة النهاردة، لا انا هنزل كده. والصالة انا ما عملتش فيها حاجة، الصالة كانت نظيفة زي ما قلت لكم، قعدتنا كلها في الأوضة دي في الصالة، والدنيا عندي بره كلها نظيفة. فهنا بوريها لكم اللي هو بس انا ايه، لمعت السيراميك اللي باين، نفضت المفارش نفضت الانتريه، وكل حاجه كانت نظيفه فيها، يعني ما كانش فيها حاجه عايزه تتروق بصراحه، كلها كانت نظيفه.
فاحسن حاجه ان لازم يكون عندك اوضه كده في الشقه العيال يبقوا قاعدين فيها. انا عندي اوضه الاطفال بس هم دايما قاعدين في الاوضه دي، يعني عشان التكييف وكده. وبرده في الشتاء ان الاوضه دي هي اللي على جوه، هي اوضه الاطفال، في الشتاء بنبقى مشغلين الدفايه وبرده قاعدين فيها. ودي هنا صاله، حيطه عندي في الصاله حطيت فيها الورد ده وحطيت فيها الاشكال دي. بصوا بقى بوريكم الشمس لما نفتح كده الشمس بتخش بتدي روح للشقه، بتدي روح للشقه وبتخلي يعني ان انت كده قادره تبداي يومك، تبداي يومك بحاجه حلوه. لازم يا جماعه نهوي الشقه، ما ينفعش تبقى ريحه شقتنا مكمكمه مهما كنت منضفه ومهما رشه معطرات ومهما عامله. لو الشمس ما دخلتش الشقه اكنك ما عملتيش اي حاجه. وهنا كده كنت بوريكم المنظر من فوق، انا في الدور ال11. انا معليه سور البلكونه قوي، عاملاه سيراميك، ما رضيتش اعمله حديد عشان خوفا من دماغ الاطفال، وانتوا عارفين يحطوا رجليهم او حاجه، فالسيراميك ده اضمن لي. فمعليه لفوق قوي. وهنا بصوا بقى الشكل من فوق. هو الشكل بيبقى مرعب ساعات للناس اللي اول مره تيجي عندي، لا انا خايفه اخش البلكونه ال11 وكده، بس مع التعود عادي خالص. يعني انا بصور لكم اهو الشارع من تحت، خلاص انا اتعودت. وهنا كمان انا كنت عامله زوم مقربه لكم، فانا اتعودت على الشكل من فوق، مفيش اي حاجه وما فيهاش اي خوف. بس اهم حاجه ان انت تبقي طول الوقت حاطه عينيكي على الاطفال اللي عندك. انا مش حاطه ولا ترابيزه ولا كرسي في البلكونه خوفا منهم، ان هم زي ما قلت لكم سنهم لسه صغير، 5 و2 برضو، يعني دماغهم مش اللي هي عاقله واللي هم فاهمين. خوفا كلنا عندنا اطفال ومجربين. فهنا ما كنتش حاطه اي حاجه فيها. بوريكم الشكل من عندي من فوق كده، والله شكلها حلو. والقلعه اهي هناك هنلبسها ان شاء الله قريب. فالشكل هنا بيبقى حلو يعني. المنظر الصبح كده يعني الصراحه بيبقى بيرد الروح. وانا كنت ناويه انزل ان انا اجيب اكل وكده بس ما قدرتش. اهي القلعه بالظبط تحديدا، عملت لكم زوم عليها. وهنا بقى دخلت اوضه الاطفال، فغيرت فرش السراير ده ومسحت الارض، يعني كنت كنستها ومسحتها وهي على طول نظيفه. البنات ما بتنامش فيها، البنات بتنام معايا. وادعولي ان انا اعرف انيمهم لوحديهم، مش عارفه خالص ان انا انيمهم. في مروحه هنا عايزه تتعلق، وهنا شنطه الدرس بتاعت ليندا. المروحه دي عايزه تتعلق بس مستنيه هيثم لما يصحى. وده شاشه الكمبيوتر بس. وبصوا اهو السراير كده متروقه معانا. وهنا شاشه صغنطوطه عندهم. هو انا حاطه في كل مكان شاشه، بس بقيت ان انا اطفيهم كلهم ونتجمع كلنا على حاجه واحده. وعندي شاشه مكسوره، فبقيت خلاص ان احنا نتجمع كلنا في مكان واحد، عشان كانوا حرفيا بيبهدلوا لي الشقه لما قعدهم في اوضتهم واقعد انا في اوضه او انا في المطبخ. لما بقوا يتلموا في مكان خلاص. وهنا بقى بصوا الشكل كان كده. وهنا شكل الاوضه بتاعتهم، يعني طول ما ايدينا في الحاجه نظيفه. وهنا كانوا صحي وفطروا، وقعدتهم بقى ايه، شغلت لهم الكرتون وقعدتهم قصاده ان هم يتفرجوا ويسيبوني. هنا كانوا عايزين ينزلوا عند مامتي، فكانت مليكة عماله تحايل وليندا بتقول لكم حطوا لايك، يا ريت تسمعوا كلامها. وهنا بصوا كنت مشغله لهم سيمبا يتفرجوا عليه. البنات بتحبه كده والاطفال كلها بتحب الكرتون عامه. فهم كانوا فطروا وكانوا قاعدين بقى يتفرجوا على الكرتون وكده. بس وانا كنت ناويه اقوم ان انا انزل السوق واعمل اكل، بس انا عشان صاحيه من بدري والله وما كنتش عايزه انام. بس مش عارفه ايه اللي حصل فجاه كده، ولقيت جسمي همد وتعبت وقلت لا هنام. وده المفرش اللي انا كنت شايلاه من الاوضه حطيته على طول يتغسل، وبعد كده حطيته في العصاره ونشرته. وده كان مفرش تاني برضو منشور من قبليها، نشرتهم في البلكونه كده في الشمس برضو يلحقوا يتنشفوا. فانا عصرته عشان تحتيه محلات، هو ما كانش لسه فتحوا، الساعه كانت تقريبا كده 10، ما كانش لسه حد فتح. بس انا قلت يعني في الشمس وكده وطبعا انتوا عارفين. وده الحديد بتاع هيثم، لازم ان انا امسك المفرش ان هو حرفيا هيطير ومش هلاقيه. الجو حر الجو برد هيطير. ودخلنا على اوضه النوم بعد ما هيثم صحي ونزل توكل على الله. وهنا بوريكم بقى الشكل ده، الحاجات اللي انا كنت بعملها في الاوضه وقلت لكم مش عارفه اصور بسببها. وهنا كانت اوضه النوم، لمعت الخشب ولمعت المرايات. الحاجات دي مش كل يوم بعملها، يعني ممكن مرة في الأسبوع أو مرتين تلميع الخشب والمرايات وكده. لو بقى فيها بقع وحاجات بتبقى أول بأول عشان ما تعلمش. والخشب انتوا زي ما انتوا شايفين عندي أبيض، فلازم على طول يبقى يعني لامع. بس يبقى على طول بيلمع وكده، فلازم ايدينا على طول فيها.
وهنا دي كانت شكل اوضه النوم بعد ما خلصت، وغيرت السرير وفرشت ملاية تاني. الملاية دي عندي بقالها 6 سنين. انا في شهر 4 هكمل، اخش في 7 سنة جواز. فدي عندي من ساعة دخلتي، بس انا ما بفرش الملايات اللي هي السادة دي على طول. بس قلت شكلها احلى يعني وانسب للأوضة كده، وهي هادية عشان معظم اللي عندي مشجر. وده كان الشكل بتاعها النهائي. بصوا بقى لما بهدي النور. وعايزه اقول لكم ان التكييف عندي في اوضه واحده، مش عندي في الشقه كلها. فبقيت الشقه كلها حاطه لها مراوح. على فكره في ورا الدولاب هنا شباك، بس انا بحب الشمس تخش شتاء او صيف. بس احنا الجو عندنا في الشتاء بيبقى تلج، اكنك ماشيه كده على لوح تلج. فهيثم قرر ان هو يقفله، وده مش صح، بس بصراحه بيبقى الجو تلج. فقرر ان هو يسده خالص في الصيف وفي الشتاء، وفي الصيف هيرجع يغير الاماكن بتاعته. وهنا ده شكل الهدوم. قولوا لي رايكم كده في التطبيق ده ولا غير الشكل بتاعهم. وده الحديد بتاع هيثم. حديد عشان هو بيلعب رياضة وكده، فبيحب اليوم اللي ما ينزلش في الصالة جسمه بيوجعه، فبيحب يتمرن في البيت يعني، لو ما نزلش صالة الجيم. ودي حاجات كنت جايباها من ايكيا، هبقى اوريها لكم. وبس كده خلصت